قبل ما يبدأ عاوزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أحمد رمضان وأنت ما تعرفنيش بلخص أنمي. بص أنت بطل عشان دخلت الفيديو ده، طالما دخلت الفيديو ده صدقني مش هتندم وهتشوف أقوى وأجمد ملخصات الأنمي. يلا بينا نبدأ. روح اشتركوا في قناتي التانية يا أبطال وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك أقوى ملخصات الأنمي، وهننزل حاجات كتير الفترة الجاية يا أبطال بإذن الله، وأنا واثق إنها تعجبكم. حكايتنا بتبدأ في فصل الربيع مع تفتح الأزهار في مدرسة ثانوية، وبنشوف الطلاب بيقولوا إن الطالبة المستجدة بتكون الأخت الصغيرة لعارضة الأزياء إياسي شوتوسي، وبيقولوا انهم بيحبوها وانها في قمه الجمال، حاجه كده عظمه يا حاج من الاخر. وبروح عشان يشوفوها، بيكون فصلها الفصل رقم 2، بس هي بتكون في الوقت ده في مكان الغداء. المهم بيقابلوها هم في الطريق، بتعلق بوستر دعوه للنادي وبينبهروا بجمالها، وبتكون لابسه اللبس الرياضي. وبيقول واحد فيهم بطريقه بصوا الحزام بتاعها، وبعدين بتيجي المدرسه وبتنادى عليها وتقول لها ايه اللي انت لابسه ده؟ انت مش مكسوفه؟ بتقول لها انت اللي قلت لي البس اللبس الرياضي ده وانا بعلق البوسترات. فبتقول لها المدرسه طول ما انت لابساه اقلعي التنوره. بتقول لها كمان مش مسموح ليها غير انها تعلق بوستر واحد بس على اللوحه، وبتحاول شهاده تقلع التنوره. فبتقول لها المدرسه مش هنا. وطبعا ده كله بيحصل والطلاب واقفين يتفرجوا وبيقولوا انها جميله جدا، لكن جمالها يتلاشى بمجرد انها تتكلم او تعمل اي حاجه غلط. وبعدين بنشوفها قاعده في الفصل بتبص البوستر الدعوه لنادي الكاروتا التنافسي، وبتقول ان مفيش حد اتقدم للنادي خالص. بتيجي واحده زميلتها وبتقول لها سيبك من نادي الكاروتا وترجع للرياضه معاها، وان خساره انها تسيب النادي بعد التاهل للقاء المدينه في سباق المسارات القصيره. وبتقول لها شهايه انها مش عايزه ترجع، وان سباق المسار كان مجرد وسيله لمقابله الناس. وبتقول لها مقابله الناس يعني ايه الكلام ده؟ وبعدين بتقول لها زميلتها التانيه لازم نمشي بسرعه عشان التدريب، وفعلا بيمشي. وبتقول لها اشوفك بعدين يا شهايه. وبروح لشهايه واللي بنشوفها قاعده لوحدها في الفصل، وبعدين بتروح تنام تحت شجره جنب المدرسه. وبتقول نفسها كنت فاكره ان الثانويه مكان ممكن الاقي فيه اللاعبين واركز بشكل تام على الكاروتا. وتغمض عينيها وبتقول مين افضل من اصدقائي يفهم اللي في قلبي. وبتتفاجئ وهي مغمضه عينيها بواحد بيقول لها انهم مطلعين عليكي لقب جميله بلا جدوى عشان بترمي نفسك في اي مكان. بتفتح عينيها عشان تعرف مين ده، بيكون تايتشي صديقها. بيقوموا يمشوا سوا وبتقول له ما توقعتش انك تيجي المدرسه دي، افتكرتك انك هتفضل في الاكاديميه اللي كنت فيها اللي بتعمل رحلات مجانيه. بيقول لها تاتشي عشان اقضي 3 سنين من عمري في السفر؟ لا ده متعب. وعلى كل حال من المدهش انك عرفتي تخشي المدرسه دي. وبتضحك وبتفتكره وهو صغير وانه لسه زي ما هو ما اتغيرش، وبتفرح. بعدين بيروح المترو عشان يروحوا، وبتيجي مكالمه لتاتشي من بنت وبتكون مستناه في محطه المترو، وبتساله شهايه بغيره دي صديقتك؟ انت عندك صديقه؟ فبقول لها مش من حقي ولا ايه؟ بتزعل شهايه وبيقول لها انه بيخرج معاها عشان هي اللي طلبت مني كده، بس انا مش متعلق بيها. فبتقول له ممكن اراتا يكون لها الاهم من كاروتا هو كمان. فبقول لها تاتشي انت كلمت اراتا الفتره اللي فاتت؟ فبتقول له لا مفيش اي تواصل من بدايه السنه، وكمان ما شاركش في البطوله الوطنيه السنه اللي فاتت. وبقول لها تاتشي انه بيخطط يعمل حاجه مختلفه في الثانويه بعيدا عن الكاروتا وانها مجرد هوايه. فبتقول له شهايه لا عايز تسيب الكاروتا بعد ما خلاص بقينا في مدرسه واحده. بقول لها انه قضى معظم الوقت يلعب كره القدم في الاعداديه ومش عايز يرجع للكاروتا تاني، وانها بتزعل شهايه وبتفتكر ايام زمان لما كانوا هما الثلاثه مع بعض في المدرسه، وبتكلموا عن اختها اياسي وبيرخم عليها تاتشي وبيهزروا مع بعض. وبتخبط في اراتا واللي كان مش عنده اصدقاء في الوقت ده ودايما بيكون قاعد وحيد، واغلبيه الوقت بيتنمروا على اصدقاء شهايه. بقول لها ان مشكلته انه قليل الكلام وما بيحاولش يعمل صداقات. فبتقول لهم شهايه لو كنت مكانه ما كنتش هتكلم مع اللي بيتريقوا عليا. بعدين بنشوف اراتا بالليل وهو شغال في توصيل الجرايد، بيكون حافظ الاماكن والعناوين لان عنده ذاكره قويه جدا. وبيروح بيت اياسي وبيدي الجريده لشهايه، وتاني يوم بتاخد شهايه الجريده معاها المدرسه وتوريها لاصحابها عشان صوره اختها عليها. وبعدين بتخش المدرسه عشان تقول لهم نتائج اختبار تذكر المات قصيده عشان بطوله الكاروتا، وبيكون الوحيد اللي يفتكرهم كلهم هو اراتا. وبتطلب منه المدرسه انه يشارك في بطوله الكاروتا وبيقبل. وبعدين بتفتكر شهايه ان هو اللي اداها الجريده امبارح، وبتقول بصوت عالي وحماس انه بيوصل الجرايد. وبيستغرب الطلاب انه شغال، وبتساله المدرسه الكلام ده صح؟ بيقول لها انه بيعمل كده لما بيطلب منه مساعده. وبيقولوا الطلاب لبعضهم انه فقير عشان كده بيشتغل. وبعدين بتشوفه وهو مروح والجو بيمطر، بتوقفوا شهايه عشان تتكلم معاه، بس بيجي تاتشي وبيوقع قريتها على الارض ويتنمر عليه، وبتضربه شهايه عشان بيتنمر عليه. بيقول لها تاتشي انت واقفه في صفه ليه؟ الفصل كله مش هيكلمك وانا كمان. فبتقول له ما يهمنيش الكلام ده، وبيزقها ويوقعها على الارض وبيمشي. بعدين بتروح مع اراتا البيت وبتكلموا شويه عن اختها وحلمها انها تكون ملكه جمال اليابان. بعد كده بيطلع اراتا القصايد المائه بتاعه الكاروتا، وبتكون شهايه عارفاها وبتحمس اراتا وبيقول لها يلا نلعب سوا. وبداوا يلعبوا وبيلعب اراتا بجديه. وبعدين بتقدر شهايه انها تاخد منه بطاقه واحده بس، بتفرح انها قدرت تتفوق عليه لو ببطاقه واحده. بعدين بيخلصوا لعبه وبيشكرها وبيقول لها انه قضى وقت ممتع. بيقول لها ان حلمه انه يكون سيد الكاروتا. بيقول لها انه اسمها جميل جدا وبيديها البطاقه اللي بتبدا باسمها. بعد كده بتيجي امه وبتندهش ان لسه
صديقه، وفي الاخر بتروح شهايه وهي مبسوطه بعد ما بقى عندها شغف للكروته. وشوف شهايه بتروح المقاسه وبتحاول تحفظ ال100 قصيده وبتفتكر لعبها مع اراتا وبالذات شغفها في الموضوع. بعدين بتخش الفصل وبتصبح على الكل بس محدش بيرد عليها لانها بتكلم اراتا، وتياتشي بيقول لها محدش فينا هيكلمك لحد ما تبطلي تكلمي اراتا، بس هي بتقول له انها ما يشغلهاش الكلام ده. وبيقول لها تياتشي انت ليه واقفه في صفه على طول؟ بترد عليه وانت ليه لئيم كده؟ وبيقول لها ايه اللي عاجبك في واحد فقير زيه؟ في الوقت ده بيحاول اراتا يهديهم وبتقول شهايه اراتا يقدر يفوز على الكل في الكروته، وبتبص لاراتا وبتقول له مش كده؟ ولا محدش هيقدر ياخد بطاقه واحده مني، وبيتحدى تياتشي في البطوله الجايه انه هيفوز عليه. هو بيروح ليوم البطوله وبتبدا بقصيده افتتاحيه واهالي الطلاب المشاركين واقفين بيتفرجوا مع بقيه الطلاب. تبدا مباراه تياتشي وبيكون متفوق على اللي قدامه، بيبص على شهايه اللي بتكون مش مهتمه باللي بيعمله. شوف تياتشي بيفوز في الجوله الاولى، وبعدين بتبدا مباراه اراتا وبتكون شهايه مركزه معاه وبيندهش الكل بسرعه اراتا ولعبه قوي وبيفوز هو كمان. فضلوا يتكلموا عليه وعلى قوته في اللعب، وبيقلق تياتشي ان كده مش هيقدر يفوز على اراتا. وبنشوف اراتا مع شهايه بيتمشى شويه واللي بتكون فرحانه بادائه، بقول لها انت كمان قويه في اللعب وقدرتي تكسبي مني بطاقه. وبيجي تياتشي وبيرمي له كنزايه وبيفتحها وبتفور في وشه وبيضحك عليه وبيمشي. بعد كده بنشوفه بيروح عشان يغسل وشه وبتقول له شهايه انها مش معاه مناديل وهو ممكن يمسح وشه في هدومه، بس اراتا بيرفض، بس هي بتكون مصره انه يمسح وشه. وبشوفهم تياتشي وبيجوا بيسرق نضاره اراتا وبيمشي. بنشوف اراتا وهو بيدور عليها ومعاه شهايه وفي الاخر مش بيلاقيها. نعرف كمان ان اراتا مش بيشوف كويس من غيرها. بتبدا مراته مع تياتشي وبتحاول شهايه تدور على النضاره بس مش بتلاقيها، وبيحاول اراتا يقرب من البطايق عشان يشوفها ويحفظ مكانها. تبدا مباراه بتفوق اراتا على تياتشي لحد ما تياتشي بيعرف ان اراتا حافظ مكان البطايق وبيغير اماكنها في الخباثه كده. مش سالك برضه الواد تياتشي ده. وفي الوقت ده بيغلط اراتا في اختيار الورقه وبيعرف ان تياتشي غير مكان البطايق وكده مش هيعرف يلعب، وبيستغل تياتشي الموقف وبيقعد يسحب البطايق واحده ورا الثانيه، واراتا عاجز وقرب يعيط. وبتخش شهيه وبتطلب من المعلمه انها تكمل مكان اراتا وبتقول لها ما ينفعش، بس تياتشي بيقول لها انه موافق، هي كده كده اضعف منه. وبدأ المباراه وبتحاول شهيه تفوز على قد ما تقدر، وبتكون مباراه حماسيه وبتعدوا في الاخر. بتبقى اخر بطاقه بس بتكون شهيه مش عارفه ولا بطاقه من اللي على الارض. في الوقت ده بتفتكر البطاقه اللي اراتا قال لها انها بتبدا باسمك، وبتقدر بكده انها تسحب البطاقه قبل تياتشي وتفوز عليه. وبيفرح اراتا بفوزها وبتقول شهيه لتياتشي انها كانت مباراه ممتعه، وبيجي اراتا وبيقول لها انها هتبقى ملكه اللعبه واقوى امراه في الكروته. بعد كده بتتصل شهيه بامها وبتقول لها انها فازت ببطوله الكروته، بس امها مش بتهتم وبتقول لها ان في ضيوف من معجبين اختك ولازم انها ترجع بسرعه عشان نحتفل باختك. تزعل شهيه انهم مش مهتمين بفوزها. بعدين بتشوف ام تياتشي بتعاتبه بسبب الخساره، وبعدين بيمشي وبيقابل شهيه في طريقه، بيمشي معاها وبيسمع صوت خبط وبيروح وراه وبيشوف اراتا في الفصل بيلعب من غير نضارته، وبيتاثروا هما الاثنين وبيخش عليه وبيقول له تياتشي للدرجه دي انت بتحب الكروته؟ وبتقول له شهيه انها تروح تدور له على النضاره، بيقول لها تياتشي انها تستنى بس ما بتسمعش كلامه وبتمشي فعلا. وفي الوقت ده تياتشي بيطلع النضاره اللي كان مخبيها وبيديها لاراتا، بيقول له هو حزين ما تقولش لشهيه عشان ما تكرهنيش، وبتصالحوا مع بعض. بيروحوا ورا شهيه واللي بتكون فوق الشجره وبتقع عليهم وبيفضلوا يضحكوا. وفي يوم بيروحوا هما الثلاثه المكان للعب الكروته، اول ما بيخشوا بتصبح شهيه على الكل، بس اراتا بيقول لها اهدي وما تعليش صوتك عشان ما حدش يتضايق من وجودنا هنا. بيكون كل اللي هناك بيلعب بكل جديه وتنافس، وبتستغرب شهيه باللي بيحصل. وبعدها بيجي المعلم المسؤول عن المكان وبيحضنهم وبيفرح انهم بيلعبوا الكروته وينضموا للنادي. بيقول لهم ان مفيش ناس كتيره مهتمه بالكروته وكل سنه بيجي لهم 2 أو 1 بس، المره دي في 3. بعدين بيقدمهم لواحد هناك اسمه هيرو وبيشدوا مع بعض في الكلام، وبيتحدى اراتا في مباراه 3 ضد 3، وبيشرح اراتا القوانين لتياتشي وشهايه ويوزع البطايق عليهم، وبعدين بياخدهم بره وبيقول لهم على الخطه، كل واحد يركز على بطايق معينه. وبيسالوا تياتشي ايه فايده الخطه وانت ممكن تكسب وتكسبنا لوحدك، بس اراتا بيقول له انا عايز نلعب مع بعض كفريق. وبتبدا مباراه مع اول بطاقه بتبان قوه اراتا في اللعب، بتقول له شهيه دي البطاقه اللي المفروض تسحبها انا، بس اراتا بيقول لها انها كانت بطيئه. وبرضه بنشوف ان تياتشي بيتسرع ويختار البطاقه الغلط، بس بسرعه بيلحقوا اراتا وبيختار الصح، وبيقول لهم انه هيساعدهم على ضعفهم في اللعب. بيجي بكل اللي موجودين بلعب اراتا، حتى المدرب بيتفاجئ بلعبه. وبتغضب شهيه عشان مش عارفه تسحب بطاقه، وبتركز وبيركز مع تياتشي وبيلحق البطاقه قبل اراتا. وهنا اراتا حب يرفع من روحها المعنويه وبيقول لها شاطره. شوف شهيه وهي مركزه جامد هي كمان وبتلحق البطاقه بطريقه روعه وبيندهش بيها اراتا، وبتحمس وبيفرح المعلم بحماسهم بيعجب بيهم، وفي الاخر بيكسبوا باكتساح. بتشوف المدرب بيسالهم على اسمائهم ولو هينضموا ليهم او لا، بيوافق على طول اراتا وبيقول اسمه، وبيطلع حفيد الراجل اللي كسب البطوله 7 مرات ورا بعض.
بتوافق شهايه، بس بنشوف تياتشي وهو متردد شويه بس بيوافق في الاخر، وبيقول لهم مدرب بيتدربوا كويس عشان في بطوله في شهر مارس، وفعلا بيتفقوا انهم يتدربوا كويس جدا عشان يكسبوا البطوله دي وبتحمسوا للموضوع. وبتروح شهايه البيت وبتكون اختها بتجرب اللبس عشان عندها اختبار قبول بكره لبطوله، وبتكون شهايه معجبه قوي باختها وبتقول لها ما لسه حلمك انك تشوفي اختك الاجمل في اليابان، بس بتقول لها شهايه انها ليها هدف تاني عايزه تحققه. وبتخش شهايه اوضتها وبتحفظ البطايق، وبنشوف بعد كده شهايه واراتا وتياتشي بيفضلوا يتدربوا هما الثلاثه بكل تركيز عشان البطوله، وبيلعبوا مع بعض بمرح، بقوا اصحاب مقربين جدا من بعض. وفي يوم في المدرسه وشهايه بتحاول تحفظ البطايق بتعرف ان تياتشي اتقبل في مدرسه تانية بعيده، بتروح تقول له انت اكيد مش هتروح عشان نفضل نلعب الكاروته مع بعض على طول، بس بتتفاجئ بتياتشي اللي بيقول لها ان فعلا هيروح، وبيجي اراتا وبيقول ان جده مريض بعد ما يتخرج هيسافر له، وده معناه انهم مش هيعرفوا يلعبوا كاروته مع بعض تاني. وبتحسن جدا شهايه وبتقول لهم في الطريق وهم مروحين انها مش هتشارك في البطوله وبتسيبهم وبتمشي. وبنلاحظ كمان ان شهايه مش بتروح التدريب وبقت حزينه عشان مش هيفضلوا يلعبوا مع بعض على طول، وبتمشي مع المدرب بالليل بعد ما رجعت له البطايق وقعد يواسيها ويحاول يرجعها اللعب تاني. مش في يوم البطوله اراتا وتياتشي بيطبعوا تيشيرت مكتوب عليه فريق شهايه، ولما بتشوف شهايه بتفرح جدا، بتروح البطوله وبتقدر تلحق قبل ما المباراه تبدا. بنعرف وقتها ان اراتا مريض، وبعد ما خلصت البطوله وهم مروحين بتقول لهم شهايه انها كانت بيتمنى لو يلعبوا مع بعض الوقت اطول، وبيعيطوا هم الثلاثه. بعدين بيتخرجوا وبيروح اراتا على طول يلم حاجاته من البيت عشان هيسافر، وبتروح لشهايه وتياتشي وبيلعبوا اخر مباراه مع بعض. وفي نص اللعب بيعيط اراتا وبيشكرهم انهم لعبوا معاه الكاروته. بيجي يوم رحيل اراتا عشان جده التعبان وانه لازم يكون جنبه، بتودعوا شهايه هي وتياتشي وبيقولوا له هنتقابل تاني في البطوله الوطنيه للكاروته وهنفوز عليك. ويمشي اراتا مع اهله خلاص، وبنرجع تاني لشهايه وهي كبيره ومروحه في المترو مع تياتشي بعد ما افتكرت كل الذكريات دي، بعد ما تياتشي قال لها ان هيسيب الكاروته ويروح نادي كره القدم. وفعلا بيوصلوا المحطه بتاعتهم وبتسال شهايه تياتشي لو كلم اراتا قريب، فبيقول لها لا، وبتقول لشهايه انها تخش البطوله الوطنيه وتنافس اراتا. وبيسالها تياتشي عن مستواها في اللعبه وصل لاي درجه، وبتقول له انها بقت لعيبه من الدرجه الثانيه، وبيقول لها قدامك حوالي 3 سنين عشان توصلي للدرجه الاولى وتقدري تهزمي اراتا. بتتعصب منه شهايه وبيخرجوا من المحطه، بتكون صاحبه تياتشي مستنياه وبتقول له يخرج معاه وبيوافق. وبعدين بتقول له شهايه لو كسبت البطوله هتساعدني نفتح نادي للكاروته. بتمشي وبتحس بالغيره عشان تياتشي بيكلم واحده غيرها ومهتم بيها، وبتفتح تليفونها تكلم اي حد، وبتشوف رقم اراتا بس بتتردد ومش بتتصل. بعد كده بيروح تياتشي القاعه اللي كانوا بيتدربوا فيها زمان عشان يشجع شهايه من بعيد وهي بتلعب على الدرجه الاولى، وبيقابل هناك المدرب بتاعهم وبيفرح بيه المدرب، وبيقعدوا يتكلموا شويه مع بعض، ويقول له المدرب يرجع يتدرب تاني معاهم، بس بيقول له تياتشي انه بيفكر يروح نادي كره القدم. بيرفض المدرب انه يسيب الكاروته وبيقول له يرجع تاني، وبيقول له تياتشي انه كان بيتدرب جامد بس برضه ما كانش بيقدر يوصل لمستوى اراتا، وكان بيشوف كده كل مره بيلعب فيها. وتبدا مباراه شهايه واللي بتلعب بصوت عالي وحماس كل ما بتسحب ورقه، وبتشوف المدرب وهو بيتكلم مع تياتشي على حب شهايه للكاروته والفوز على اللي بتحداها، وبيقول له بعد ما اتفرقتوا في الاعداديه كانت بتلعب لوحدها وقررت تنضم لسباقات الجري عشان السباق بيبدا بصوت وده شبه الكاروته، وعشان تحافظ على لياقتها عشان الكاروته برضه. وبيطلب مدرب من تياتشي يفكر تاني في العوده للكاروته، وبنشوف كمان شهايه بتفوز وبتنتقل للمرحله الثانيه. وبعدين بيطلب المدرب من تياتشي يروح يشتري شوكولاته بسرعه، وهو بيستغرب ليه بس بيروح يشتري، بيلاقي المحل مقفول وبيضطر يشتري من محل تاني اغلى، وبيرجع وبتاكلها شهايه وبتقول له ان طعمها جامد، وبيقول لها المدرب ان الكاروته بترهق العقل ولازم لاعب الكاروته يتغذى بالسكريات على طول بعد كل ماتش عشان ما يتعبش. وبتنام شهايه وتياتشي وبيكلمها وبتصحى وبتقول له انها هتفوز بالبطوله بس استنى واتفرج. وبتبدا مباراه تانية لشهايه وبيتفرج عليها المدرب وتياتشي من بره عشان تبقى مركزه على المباراه وبس، وبيكون خصمها جامد قوي في اللعب وعمال يسحب البطايق منها، وتبدا شهايه تسحب هي كمان وبسرعه، وبيعلى ايقاع اللعب وبيتساوى مع بعض في القوه، وبيعجب الناس اللي موجوده بسرعه شهايه في اللعب. شوف شهايه اتحمست للعب عشان اللي قدامها لاعب قوي وكمان بيحب الكاروته زيها، وده خلاها تلعب احسن، وبتفوز شهايه في الاخر بسبب البطاقه اللي بتبدا باسمها. بتروح شهايه وبتحضن تياتشي وبتقول له يرجع يلعب الكاروته معاها تاني، بتقول له هنبقى اقوى لو رجعنا نلعب سوا. وبعدين بتقول له استنى انا هتصل باراتا عشان اقول له ان بقيت لعيبه من الدرجه الاولى. بتتصل وبيرد وبتقول له انها شهايه ومعاها تياتشي، بتقول له على مستواها وانها بقت لعيبه من الدرجه الاولى، وبتقول له انها لسه مع المدرب بتاعهم وبتساله عن مستواه دلوقتي، وبقول لها راتا ما اتصلش تاني وانه خلاص شاب الكاروته ومش هرجع لها، وبيفي سكه في وشها. طبعا بيتصدم شهايه وبتفتكر حلم راتا اللي كان بيقول لها وهو صغير ان هيبقى سيد الكاروته، وانها كانت فاكره انه مستحيل يتغير. وشوف بعد كده شهايه خارجه في رحله مع تياتشي وراحت تشوف راتا بعد ما قال انه بطل يلعب كاروته، بس شهايه ما عجبهاش الكلام ده وقررت انها لازم تشوفه والا مش هتشوفه تاني بعد الكلام اللي قاله ده. بنشوف شهايه وهو في القطر سرحانه ومش مركزه مع تياتشي،
تمشي، فبيرخم عليها وبيضربها برجله. بتقول له ليه عملت كده؟ بيقول لها بالغلط. بيقول لها كمان ان انا في رحله، ليه مش مستمتعه بمناظر الجبال؟ بيقول لها ان من الطبيعي ان اراتا يلاقي هوايه تانية غير الكاروتا ومش ضروري نروح نزوره. وبعدين بيسالها تاتشي في حد في حياتك بتحبيه؟ وبترد عليه وبتقول له المدرب. وبيقول لها ده مش الحب. وبتقول له طب انت تقصد ايه؟ بيقول لها حد تكوني مبسوطه وانت معاه مثلا. وبتقول له انت مش مبسوط مع صديقتك؟ بيقول لها مبسوط وهي كويسه ودايما بتسمعني وانا بكلمها مش بتسرح. وبتقول له شايه كان المفروض تخرج معاها بدل ما تيجي معايا الرحله دي، بعدين بتكون مبسوط وانت معاها. وفي الوقت ده بتعصب تاتشي وبيكلم نفسه وبيقول انها بتعصبه دايما. مع كل ده لسه عايز اكون معاها. وصلوا مدينه فوكودي اللي عايش فيها اراتا، وبيركبوا عربيه وبيروحوا على عنوان اللي معاهم من اخر مره كلموه فيه. ووصلوا بيته وبيكونوا متوترين جدا ومترددين وبيضربوا الجرس. وبعدين بتيجي واحده من الجيران وبتسالهم لو تقدر تساعدهم في حاجه، فبيقولوا لها انهم اصحاب اراتا من طوكيو وجايين نزوره. وبتقول لهم انه شغال في مكتبه جنب المحطه دلوقتي. وبعدين بيقرروا يروحوا له هناك ماشي عشان مش معاهم فلوس زياده يركبوا عربيه. وبعدين بيقفوا في مكان كله شجر ارتاحوا من الجري. وبتسال شايه نفسها هي عايزه تشوف اراتا ولا مش عايزه تشوفه. وبيقول لها تاتشي انه مش فارق معاه في الحالتين وانهم ممكن يرجعوا لو عايزه. وبيتمشوا سوا وبيحاول تاتشي يمسك ايديها وهم ماشيين. بيكون باين عليه انه معجب بشايه. وقبل ما يمسك ايديها بيعدي اراتا بالعجله من جنبهم. وبتلاحظوا شايه وبتجري وراه وبتمسكه وبتوقعه من على العجله وهي هما الاثنين على بعض. وبيبص لها وبتقول له انه وحشها قوي. وتاتشي واقف بيتفرج عليهم. طب يا جدعان وانا شفاف. وبعدين بيروح البيت اراتا وبتخش شايه تاخد شاور بعد ما توسخت هدومها. وبيعمل اراتا شاي ويقدمه لتاتشي. بيقدم تاتشي هديه لجاره اراتا بعد ما قدمت هدوم جديده لشايه. وبيتكلموا هو واراتا شويه مع بعض وانهم اتغيروا عن زمان وطولهم زاد كمان. بعدين بتخش شايه وبيقول لها تاتشي ليه غسلت شعرك؟ بتقول انه كان متوسخ. بعدين بيقول لها اراتا انها تقدر تاخد الملابس اللي عليها وتمشي بعد ما شعرها يجف. وبتعصب تاتشي وبيمسك ايد شايه وبيقول لها يلا نمشي. بتقول له استنى انا كاتبه رساله لاراتا. وبتروح تجيب الرساله من شنطتها وتشوف اوراق الكاروتا وبتطلعها وبتقول لهم يلا نلعب احنا الثلاثه. وبتخش اوضه وبتحط البطايق على الارض. بتتكلم معاهم وبتقول لهم انها بعدنا عن بعض في الاعداديه بس انا متاكده انك كملت اللعب يا اراتا. بعدين بيخش اراتا الاوضه ويشوط الورق برجله ويقول لها انت ما بتفهميش انا خلاص بطلت لعب الكاروتا. بعدين بتشوف صوره جده اللي مات وبتفتكر كلام المدرب وهو بيقول ان جده كان احسن لاعب كاروتا وما كانش له مثيل. وبيخش تاتشي وبيزقه ويوقعه على الارض. بقول له ايه الهبل ده؟ بيقول لي شهايه يلا نمشي مفيش فايده من الكلام معاه. وبتقول له استنى انا متاكده ان في سبب لكل ده. وبيقول لها بص هو بيعمل ايه ده مش اراتا بتاع زمان. وبياخدها وبيمشي وبتحاول توقفه وبتفلت منه وبترجع وبتلاقي جاره اراتا جايه وتدي شهايه بطاقه الكاروتا اللي سابتها هناك. بتقول لها انه ما بقاش محتاج البطاقه دي. وبتلم شهايه البطاقه من الارض وبتقول لها انها ما كانتش بتعرف تعمل حاجه ولا كان لها حلم لحد ما قابلت اراتا ولا انها تبقى ملكه الكاروتا. وبتقول لها بحزن ليه اراتا بطل لعب الكاروتا ايه اللي حصل طيب؟ وبتعيط جاره اراتا. بتقول لهم ان جد اراتا كان لاعب محدش يقدر يهزمه وهو اللي علم اراتا الكاروتا. وكان اراتا بيحبه قوي بس من 4 سنين جده جاله سكته دماغيه. كان اراتا معاه عشان ياخد باله منه. في يوم من الايام كان المفروض يكون اراتا جنب جده بس كان في بطوله كاروتا عشان يقدر ياخد الدرجه الاولى. جده اتصاب بانتكاسه ولما رجع اراتا كان مات. ومن ساعتها اراتا بطل لعب الكاروتا. بعدين بشوف اراتا وهو قاعد حزين وبيفتكر ذكرياته مع جده وهو بيتكلموا عن الكاروتا وازاي بيسحب الورق بسرعه. وبيقول له اللي بيعتقد ان السبب في كده ملك الكاروتا وانه لو حب الكاروتا ولعبها على طول هيمس ليه ملك الكاروتا بالبيت التالي من القصيده. وبيقول اراتا لو كان في ملك الكاروتا كان هيبقى شبه جده. بعدين بيقوم يشوف الرساله بتاعت شهايه بيكون فيها شويه ملاحظات كانت عايزه تعملها. ورساله مكتوب فيها ان شهايه بتعتبر اراتا ملك الكاروتا. بقت اراتا وبيفتكر ذكرياته مع شهايه وتاتشي. بعدين بنشوف شهايه هو وتاتشي راكبين القطر وراجعين البيت وشهايه حزينه وبتقول ما كانش لازم نيجي. وبتسمع صوت عجله اراتا بتبص من الشباك وبيكون اراتا بيجري وراهم بالعجله. بيندع عليهم وما بيعرفوش يفتحوا الشباك. وبيقول لنفسه ما كنتش عايزكم تشوفوني بالمنظر ده. بيكون حزين وبينتهي الطريق وبيمشي القطر بشهايه وتاتشي. بيبكي اراتا بيقول انه اشتاق ليهم جدا. وتفرح شهايه ان اراتا مش بيكرههم. وبيقول لها تاتشي انها يساعدها تعمل نادي للكاروتا لما يرجعوا. بيشوفوا هم راجعين للمدرسه وبيجيبوا شويه حاجات للنادي اللي بيعملوه. وبيستغرب بقيه الطلاب من اللي بيعملوه. وبيروحوا الاوضه اللي هتبقى مقر النادي بعد موافقه المشرفه بصعوبه انها تديها لهم. وبتكون غرفه مخصصه للتخزين ومحتاجه تنظيف وشغل كتير. وبتقول شهايه لتاتشي يلا نرجع تاني احنا محتاجين كمان 3 الواح. بيقول لها تاتشي دول كفايه. وبتقول له احنا ما صدقنا لقينا الالواح دي وكمان اول ما نبقى 5 افراد هيتم اعتبار النادي رسمي وهيكون لينا معلم مشرف علينا. وبقول لها تاتشي هنقدر نلاقي كمان 3 افراد ينضموا لينا؟ فبتقول له اكيد هنلاقي. وبقول لها واحنا فعلا محتاجين ناس معانا. وانه كان متفاجئ كمان من اللي قالته لجاره اراتا ان حلمها تكون ملكه الكاروتا. وبروح لنادي الرمايه وبنلاقيهم بيتكلموا على واحده اسمها كنادي بتحب تقعد تقرا في الكتب لوحدها وبيتريقوا عليها بيقولوا انها جت في الزمن الغلط. بعدين بنشوفها وهي ماشيه بتقول انها مش هتقدر تكمل في النادي ده باللبس ده وتجري بيه. وبتشوف وهي ماشيه بوستر دعوه لنادي
نادي الكاروطه ومكتوب عليه اسم شهية، وبتتخيل نفسها وهي بتلعب مع شهية ولابسين لبس جميل. بتقول كان لازم اخش النادي ده من الاول. بتروح لمكان نادي الكاروطه وتقول يا ريت ما يكون العدد يكتمل، وبتسمع صوت القصايد وبتبص من الشباك وبتلاقي بطاقه طايره في وشها وبتتخض، وبيكون شهية وتاتشي بيتدربوا. بتتفرج عليهم وهم بيلعبوا وبتتفاجئ وبتقول هي دي الكاروطه، وبتفش شهية على تاتشي وبيقول لها تاتشي انه عرف سبب بدايتها البطيئه في اللعب، وبيقول انت بتعتمدي على سمعك بدرجه كبيره وده مخليكي مش مهتمه بحفظ اماكن البطايق. وبتقول له شهية مش كده، دي كانت ضربه حظ وانها مش بتعاني في الاول لما كانت بتلعب في الجمعيه. وبقول لها تاتشي انت ما لعبتش غير في الجمعيه بس مش كده، لان الاشخاص اللي بيلعبوا مع بعض على طول بيستخدموا نفس تقنيه توزيع البطاقات، فالموضوع بيبقى سهل. وبعدين بياخدوا بالهم من كنادي وبتجري عليها شهية وبتخاف كنادي وبتجري وراها شهية وبتمسكها. بتقول لها بتجري ليه، انت مهتمه بالكاروطه مش كده؟ بتقول لها ايوه. شوف كنادي قعدت معاهم وبدات تتكلم عن تاريخ ال100 قصيده بتاع الكاروطه، وبتسالهم لو بيلبسوا الهكامه هم بيلعبوها، والهكامه ده يا ابطال ده لبس قديم عندهم. وبتقول لها شهية هي وتاتشي لا عشان غالي وصعب تتحرك بيه. تحزن كنادي عشان بتحب اللبس ده، وكمان عيلتها عندها محل للملابس دي. بتقول لهم لو مش هقدر البس الهكامه فمن الاحسن نرجع لنادي الرمايه وتمشي، بس بتفضل شهية مبهوره بيها. بتروح لها المكتبه بعدين وبتقول لها انت بتحب الكاروطه مش كده؟ تطلب منها انهم يلعبوا سوا. بتقول لها ان حبي للكاروطه يختلف عن حبك ليها وانا مش مهتمه بالرياضه الخاليه من المشاعر، وبتسيبها وبتمشي. بعد كده بتروح لها شهية الفصل بتقول لها تيجي تشوفهم هم بيلعبوا. بتقول لها انها عندها تمرين رمايه ومش فاضيه، وبيجي تاتشي بيقول لها خلاص هي مش عايزه تنضم لينا سيبها في حالها بقى. بترد عليه بس هي بتحب الكاروطه، بيقول لها بس مش مهتمه للمباريات. بعدين بتروح شهية الكنادي المحل بتاعهم وبتعجب باللبس اللي هناك، وبتقول كنادي انت جاي عشان نادي الكاروطه؟ بتقول لها شهية شكلك بتحب الكاروطه قوي، وبتقول لها بس مش زيكم. وبتحاول شهية تقنعها وبتقول لها لازم تنضم لينا، وبيتكلموا عن تاريخ بعض القصايد ومعانيهم واصولهم، وبتنبهر شهية بحكايه السوق اللي بيتفرجوا عليه، وتطلب من كنادي انها تعرفها اكتر من اول قصيده لحد ال100. تقعد فعلا كنادي وبتبدا تتكلم عن حكايه كل قصيده، وبتكتب شهية كل اللي بتقوله بحماس، وبيكونوا هما الاتنين مستمتعين وبيفضلوا قاعدين لحد بالليل، وبيكون لكل قصيده قصه مثيره وممتعه. وتاني يوم بتلعب شهية تاتشي وبيكون مستواها مختلف. بتقول انها زمان كانت بتعرف البطاقه من الصوت وبس، لكن دلوقتي اقدر اميزها من معانيها وبتفوز في الاخر. وبقول لها تاتشي انت كنت بتتدربي من ورايا ولا ايه؟ بتكون كنادي واقفه ورا الباب، وبتروح لها شهية وبتقول له ان هي اللي علمتها الكاروطه. في الوقت ده تاتشي قال لها انها لازم تبقى صديقه لكل البطايق وانت كمان صديقه ليهم زيي وتقدروا تكوني لاعيبه قويه. وكانت بتقول لهم هنضم لكم بشرط واحد انكم تلبسوا زي الهكامه في المباريات، وبيوافقوا وبيقولوا يلا نبدا التدريب. بس قبل كده بتقول لهم لازم نرتب الاوضه كويس ونشيل الحاجات دي، وبيقوموا يرتبوها فعلا. وبعد ما بيخلصوا بيبداوا يتدربوا سوا وهم في غايه السعاده. وبنبدا مع شهية وتاتشي وكنادي وهم بيتدربوا في النادي وبيلعبوا الكاروطه، وبتكون شهية متفوقه على تاتشي، بتقول انها اقوى منه ويفكر تاتشي في طريقه تخليه يفوز عليها. بس برضه شهية بتقدر تاخد البطاقه قبله، ويقول ان شهية مش بتحفظ اماكن البطايق وان ردة فعله كانت اسرع، ومع ذلك هي اللي اخذت البطاقه. وبعدين بتنتهي المباراه وبتفوز شهية، وفجاه بتنام وهي بتكلم تاتشي. تقلق عليها كنادي وبيقول لها تاتشي ما تقلقيش هي بتنام بعد كل مباراه عشان بتبذل كل طاقتها في اللعب عشان ردة فعلها تبقى سريعه. وفضلوا يتكلموا على مستوى شهية في اللعب وانها عندها ردة فعل سريعه بالفطره، ودي حاجه كويسه للاعب الكاروطه. تحمس كنادي وبتقول ان كده شهية ممكن تشارك في بطوله ملكه الكاروطه وهي لابسه زي الهكامه، وتطلع على التلفزيون وبتوريك كام صوره لشهية وهي لابسه الهكامه عشان يختار واحده منهم. وبقول لها تاتشي ما تحمسيش قوي عشان في ناس كتير من الدرجه الاولى مستواهم اعلى من شهية بكتير. بتبص لها شهية وبيقول في نفسه ان مستواها اعلى منه وهو ما يهموش لو خسر، بس لو كانت شهية اتدربت مع راتا بدالي كانت هتبقى اقوى. بعدين بتصحى شهية وبتروح عشان تشوف لاعب جديد هينضم ليهم من فصلها، وبنشوف ان الطلاب بيتنمروا عليه عشان بيذاكر بعد ما بيخلصوا اليوم في المدرسه على طول، وانه ما بيتحركش من مكانه الا لما يكون رايح الحمام، وبيكون مش مهتم ليهم ولا لسخريتهم منه وبيكمل مذاكره. وبيقول انه ما بيحبش المدرسه عشان مليانه بالعيال الزنانه، بس هو بيحب الدراسه. وبيسمع الطلاب بيقولوا انه بعد كل المذاكره دي والهري ده كله يدوبك بياخد المركز الثاني وبيكون الاول هو تاتشي. بيكون معجبين بيه وبيتضايق من اللي بيقولوه. بعد كده بتخش عليه شهية عشان تدعي النادي كاروطه وبتحاول تقنعه، بس هو ما بيهتمش. بيقول لها ايه الهدف من لعب الكاروطه؟ بيقول انها مجرد لعبه مش هتساعده في الدراسه ولا الشغل وانها ملهاش فايده، وبتتعصب عليها شهية وبتقول انها لا مش مهتمه للاعذار اللي بيقولها، وبتشده تقومه من مكانه اللي لازق فيه على طول. بيروح لتاتشي وهو بيعلم كنادي قوانين اللعبه، وبتخش عليهم شهية وهي ساحبه معاها ستومو وبتقول لهم خلينا نوريه قد ايه اللعبه ممتعه. بفلت منها وبقول لها انا فهمت انتوا ناقصكم اعضاء عشان تكملوا عدد النادي، عشان كده بتجيبوا اي حد وخلاص. وبقول لها تدور على حد تاني غيره، وبتحاول تقنعه شهية وبتقول له انها اختارته ومش بتدور على اي شخص وخلاص، بس هو بيرفض عشان مش عنده وقت وكل وقته مخصصه للدراسه. وبتقول
بتقول له شاية لو عايز يبقى الاول الكاروتة هتساعده لانها لعبة عقلية وبتقوي الذاكرة، وبتقفل الباب وبتبدا هي وتاتشي مباراة عشان يتاكد انها لعبة ممتعة ومفيدة. ويتفاجئ لما يعرف ان اللي بيلعب معاها بيكون الاول على المدرسة واللي بيجيب اعلى الدرجات. بعدين بيقول لهم لو اللعبة بتعتمد على الذاكرة وحفظ اماكن البطايق ليه ما تقلبوش البطايق وتلعبوا؟ بترد عليه شاية ان ده ما يعتبرش تركيز وانهم ما يقدروش يلعبوا كده، وبيقول لهم انها كده برضه مش عاجباه. بيمشي وبتحاول شاية توقفه، بيقول لها تاتشي ايه الواد ده تجيبها منين؟ بترد عليه انت اللي قلت اننا ندور على حد ذكي ينضم لينا. بعدين بيقرروا يلعبوا البطايق مقلوبه زي ما هو عايز، بيقعدوا ربع ساعه يحفظوا اماكن البطايق وبعدين بيقلبوها ويبداوا اللعب. وبيقول ستومو انهم مش هيعرفوا يلعبوا كده اكيد ومستحيل يحفظوا كل الاماكن في ربع ساعه. مع بدايه المباراه بيقدروا فعلا يعرفوا الاماكن بشكل صحيح. بيقول تاتشي ان الموضوع هيبقى اصعب لما اماكن البطايق تتغير، وبيقول ان شاية ذاكرتها مش قويه وانه يقدر يتفوق عليها. وبنشوف شاية بتحاول بصعوبه يتذكر اماكن البطايق، بيقوم تاتشي مغير اماكن البطايق من اللي قدامه وبتحاول شاية انها تمنعه عشان فاكره الاماكن اصلا بالعافيه، بس تاتشي ما بيسمعش كلامها وبيغير الاماكن. ويبدا تاتشي في سحب البطايق وبتحاول شاية انها تهدى وتركز، بس تاتشي بياخد كل البطايق وبتندهش من قدرته على حفظ الاماكن. وبتفتكر تاتشي لما انه ما يهموش لو خسر، بيقول انا بكره الخساره وبيقدر يفوز في الاخر. بتزعل شاية وبتقول انها تغضب زي الاطفال، وبيضحك تاتشي وبيقول لها انه كسب. وبعدين بيمشي ستومو وبيروح وراه تاتشي وبيتكلم معاه، بس هو بيكون غيران منه عشان متفوق عليه وعنده اصدقاء كتير وحياته احسن. بعدين بيقول له تاتشي لو كنت مهتم بالكاروتة انضم لينا، ويبعد عنه ستومو. بيقول له انه ما يقدرش يلعب بالكاروتة وانه ما عندوش الموهبه، وبيمسك تاتشي الكرسي بتاعه وبيرميه. بيقول له انه برضه ما عندوش موهبه في الكاروتة وانها لعبه بكسب واخسر فيها عادي، بس لما بكسب بحس بالسعاده. وبيسيبه ويمشي وبيقول له هو ماشي انا عايز اللي ينضم ليهم يكون شخص مجتهد مش عبقري وخلاص. وبيفكر ستومو في كلامه وبيسيب الكرسي وبيروح وراه بعد ما اقتنع. بعدين بنشوفهم هما الاربعه قدام بوابه المدرسه بيدعوا الطلاب انهم ينضموا لنادي الكاروتة. بيقفوا كام طالب وبيسالوهم لو هينضموا ليهم لو مهتمين بالكاروتة، وبيكون اصلهم عضو واحد بس عشان يبقوا نادي رسمي، بس الكل بيتجاهلهم. بتقول لهم شاية ما تهلوش اكيد هنلاقي شخص متميز. وبعدين بنروح للفصل والمعلمه بتشرح وبتكون شاية نايمه في الحصه، وقبل ما المعلمه تزعلها بيرن الجرس وتنتهي الحصه. تقول لها صاحبتها المعلمه كانت بتبص لك وانت نايمه، تسالها هي نعسانه ليه، فبتقول لها شاية انها بتصحى بدري عشان تدور على اعضاء للنادي. بتقول لها كده الموضوع صعب عليكي انتوا ستومو اللي بيكون بيقرا في كتاب القصايد المئة. وبتروح لشاية وبتقول له انهم هيبداوا التمرين النهارده، وهي بتتكلم بطنها بتعمل صوت من الجوع. بقول لها ستومو انها لازم تاكل الغدا بتاعها، فبتقول له انت سمعت حاجه؟ فبقول لها ايوه وكل فصل كمان. بعدين بتروح تجيب حاجه تاكلها، بتقابل هناك واحد كان معاها في الاعداديه وبتفاجئ بيها. بعدين بيروح لتاتشي وهو بيعلم كنادي وستومو قواعد الكاروتة، بيتكلموا على كل حاجه ممكن تحصل وانت بتقابل خصم، وبيكتب ستومو كل معلومه. وبتخش عليهم شاية وبتقول لتاتشي انها قابلت نيكومو، بتوديه ليه وبيشوفه. بيقول انه كان معانا في المدرسه، بيقول من لبسه باين عليه انه من فريق التنس. بقول لها احنا ليه مستخبيين؟ فبتقول عشان طلبت منه ينضم لنادي الكاروتة وهرب مني، بس المره دي هقنعه. وبتيجي معلش شاية وبتقول له ما دام عندك الخبره في اللعب فلازم تنضم لنادي الكاروتة. وقفت تاتشي وبعدين بيسلم عليه بيفتكره، وبتقول له شاية انضم لينا. بقول لها ان اسمه نيشيدا مش نيكومو. وبقول لها كمان ان اللي قالها قبل كده مش هنضم للنادي. وبيسالوا تاتشي اذا كان خلاص ساب الكاروتة، بقول لهم انها رياضه سخيفه وانه بيلعب التنس من الاعداديه وبيفكر يكمل فيها. وبقول لهم لو كان عايز يلعب الكاروتة كان راح جمعيه الكاروتة ومش محتاج ينضم لنادي المدرسه. وتطلب منه تاني شاية انه ينضم وبيرفض برضه. وبعدين بيقول لها تاتشي يلا نرجع اوضه النادي، بس شاية بتحرى نشيدة التمرين وبيكون كويس قوي في التنس. بفتكر هو بيلعب قراطه لما خسروا وهم صغيرين في الكاروتة وبيتضايق. بيطلع شاية انه بيلعب بايقاع شبه ايقاع الكاروتة، دول قصيده من القصايد وبتلخبط نشيدة ما عرفش يضرب الكوره. بعدين بياخد استراحه وبتقابل شاية وهو بيدور على الكوره، بتقول له قصيده من القصايد تقول له لازم يرجع للكاروتة وانه بيلعب التنس كبديل للكاروتة. برد عليها ده ما يخصكيش ومش هنضم ليكم. وبتقول له هو ماشي انهم هيستنوه في اوضه النادي، وبيرجع لتدريب التنس تاني وبيكون مستواه في اللعب اقل قوي، بيكون تعب جامد. وبيساله المدرب لو كان كويس، بيقول له انه مضطر يرجع البيت دلوقتي. بيقول له المدرب ماشي. وبس كده يا ابطال وبكده نكون خلصنا الانمي. يا رب يكون الانمي عجبكم، ويلا كالعاده قبل ما تمشي صلي على النبي. كان معكم احمد رمضان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.